السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كل سمعني بخير. ويلا بينا نبدأ في حلقة جديدة من المستبح عائل. يلا بينا. بصراحة من فترة كنت شفت شوية بوستات كده وريلز اونلاين على الفيسبوك موصلي على الفيسبوك، يعني بتتكلم عن تخيل. هي بوستات ضحك يعني فاهم، كلها ضحك، بتهزر. بتتكلم عن تخيل كده ان مصر لو بدأت تزرع حشيش وتقننه وتبيعه، تخيل هنعمل ارباح عامله ازاي. وان هو هتبقى تقريبا حاجه تانية زي قناه السويس مثلا، ربح تاني لمصر زي قناه السويس. ده مينيمم يعني، فاهم؟ ده مينيمم، ممكن يبقى اضعاف. يعني لو مثلا قناه السويس مثلا بتدخل لنا 6 مليار في السنه، مثلا 8 مليار في السنه مثلا، ده ممكن يجيب اكتر. هقولك ليه يجيب اكتر؟ لان احنا مساحتنا كمصر كدوله، احنا مساحه شاسعه عملاقه. جميل. واحنا تخيل احنا 120 مليون. افتح كده الماب دلوقتي معايا كده، شوف مصر، احنا 120 مليون. احنا عايشين في نسبة لا تتراوح ال 10% كلها من مساحة مصر، مع كل المدن الجديدة وكل الكلام ده كله. فانت عندك دولة كلها صحراء. جميل. فاحنا ليه منستغلش زينا زي المغرب كده مثلا. المغرب مثلا بتستغل الطبيعة والارض والكلام ده كله في ايه؟ بتزرع النبتة دي. بتعمل ايه؟ بتصدر النبتة دي. بتعمل قد ايه؟ حرفيا مليارات المليارات، فاهم؟ ما عندهمش قناة سويس هم. جميل. هل قانوني ان البني ادم المواطن المغربي هناك يتمسك معاه كلام من ده؟ لا طبعا مش قانوني. بس الدولة هي عاملاه بروجكت، هي شايفة ان هي دي نبتة انا بزرعها كأني بزرع اي حاجة في الدنيا. محصول بيطلع بيتجمع، وفي دول بتطلبه وبيتصدر لها. شكرا. معظمهم دول اوروبية وبتاع، لان هي نبتة ربنا اللي خلقها من الاول في الاول في الاخر. خلينا نتفق على النقطة دي. ناس هتختلف معايا، تمام جدا، مفيش مشكلة انك تختلف معايا، بس مش هتختلف معايا في ان هي حرفيا نبتة. هي بذرة بتتحط في الارض، بتسقيها مثلا وبتطلع. جميل. وبيخرج منها مستخلصات طبية كتير جدا. فاحنا ليه فعلا ما نستغلش؟ احنا ليه خدنا الموضوع ده بطريقة صعبة؟ انا بحب مصر جدا، انا مصري جدا وبحب البلد، وشايف ان احنا في ازمة ومحتاجين فلوس ومحتاجين مشاريع ومحتاجين. فانا شايف ان ايه المشكلة ان الدولة كدولة، زي مثلا ما احنا مقننين مثلا الخمور، احنا كمان نقنن على الاقل مش بقولك الاستخدام الشعب، بقولك على الاقل كدولة تغير نظرتها للزرعة دي. خصوصا ان احنا عندنا ارض وسورسز سامحه، خصوصا بعد الابديتس والانفراستراكشر والبنيه التحتيه اللي اتعملت في مصر، والمواني وشبكات الطرق والكلام ده كله. انت سهل دلوقتي تنقل الكلام ده، تزرعها في اي حته تنقلها بكل سهوله، وتروح على المواني وتروح هنا وتروح هنا وتتصدر زيها زي اي منتج. فدي حاجة، مشروع بروجكت. ده بروجكت يا جماعة، ده بروجكت ولازم الناس تتبناه. لان فعلا فوائده كبيرة. ده من وجهة نظري. ما احنا سامحين لما مصانع هنا تعمل الكحول في مصر. عندنا اللوكال الكحول وبيتصنع جوه مصر وليه مصانعه. دي حاجة من صنع البشر وفعلا مضرة. يعني الالكحول ما يقارنش بالنبتة دي. النبتة دي بريئة منه اصلا. فانا شايف ان احنا نبتدي. انا بقترح يعني كمواطن بحاول اشوف حلول لحاجات تجيب بروفيتس ريسورسز. يعني احنا نجيب فريق علمي وفريق طبي وفريق اقتصادي، يتشكل من اللجنة، يشكلوا لجنة من تحت اشراف الحكومة مثلا او الدولة المصرية. يعملوا زي انفنتوري كده وستادي كاملة عن النبتة دي. هل فعلا نقدر نزرعها؟ طب هل لو نقدر نزرع منها كميات قد ايه؟ طب الكميات دي مين دول طالبة ان احنا نصدر لك الكميات دي؟ نقدر نعمل قد ايه في السنة؟ بروفيت، كل حاجة بروفيت. حتى لو في جزء منه نقدر نسيبه جوه مصر مثلا لأسباب مثلا طبية، أبحاث، ريسيرشز، كلام من ده. مش احنا دلوقتي بنصنع أدوية وكلام من ده بيدخل في أدوية. جميل.
لازم كمان يعني احنا كدولة نبتدي نغير نظرتنا، مش بس كدولة، كبلد عامة نبتدي نغير نظرتنا للنبتة دي يا جماعة. لان احنا اول ما بنسمع الكلمة، على الرغم ان هي دايما بتطلع في المسلسلات والافلام لان هي ضحك وبتاع والموضوع كله بيدخل عادي وبتعدي على الرقابة وقشت عادي، لان كل الناس عارفة ان كله بيشرب اصلا. خلينا صراحة مع بعض. فاحنا بنتخض كأن احنا بنربطه دايما بالجريمة والحبس والشباب البايظة لازم نربطه بالكلام ده كله. لازم نبتدي نتعامل معاها على الأقل على إنها زي الخمور، أنا من وجهة نظري يعني، لأن احنا مخليين سمعتها أسوأ وهي مش كده، فاهم؟ مش أي حد بيبقى ضايع بيتقال عليه إن هو شارب النبتة دي، لأن دلوقتي الدراجز اللي هي المصنعة اللي موجودة في مصر بقت كتير جدا، بقت كتير جدا جدا جدا. وده انا شايف ان سبب من اسباب ان الحاجات دي بقت منتشرة، والاشكال والديلرز والتهريب والكلام ده كله، ان مفيش الحاجات دي موجودة جوه البلد طبيعي شغالة طبيعي. دي من وجهة نظري انا يعني. فعلا بقية الدراجز دي فعلا اللي تستاهل ان انت تقف لها ايه يعني بالمرصاد. الناس اللي بتعمل ايس والناس اللي بتعمل اللي بتصنع اللي بيدخل ايده اللي دخل فيها عنصر بشري، هو دمر كده الدنيا. اي حاجة بتتصنع من البشر ما عملوش حاجة كويسة يعني. انما النبتة دي بيور حلوة ومفيدة وليها، بغض النظر عن الاستخدام الانديفيديوال او الشخصي، انا بقولك هي ليها فوائد طبية جدا، وناس كتير جدا عارفة الكلام ده، وبتتباع في دول اوروبية عادي جدا. طبعا بيبقى مكتوب لك، طبعا الدكتور كتب لك عليها، بس بتتباع موجودة كل حاجة. جميل. فانا شايف ان هيبقى فيه فوائد كتير جدا لو احنا قننا الموضوع ده. اول حاجه الدين العام الدين العام الداخلي والخارجي كده كده هيقل، لان هي تجارب بالمليارات. ده اول حاجه، ده على مستوى الفلوس كبروفيت، دي انا واثق ان احنا نقدر نعمل منها بروفيت عملاق. تاني حاجه لو انت قررت ان تاني حاجه السياحه هتزيد جدا. جميل. خصوصا لو انت قننت الموضوع ده في البلد، السياحه هتزيد جدا زي ما دول كتير جدا سياحات قايمه بس على الموضوع ده. حتى التجار والمهربين والكلام ده كله مش هيشتغلوا يعني، مش يعني هتقل الظاهرة دي، هتقل ظاهرة انت تلاقي ديلر، فاهم؟ لان كله دلوقتي بقى قانوني وحكومي بكل احترام بكل شياكة، ما عادش في فكرة ان انت بتروح تعمل جريمة، فاهم؟ انا بتكلم على النبتة دي فقط. اي حاجة تانية من صنع الانسان، وده كتير جدا دلوقتي في مصر، ومخلي فيه مستوى جريمة رهيب، ومخلي فيه behaviors وحشة جدا في الشارع، ومخلي فيه aggression. ده كله بسبب الحاجات اللي الناس بتتعاطاها، وهي حاجات كلها كيميكلز، حاجات كلها ملاش اي علاقة بأي نبتة طبيعية، وسم، هو سم من صنع الانسان مش اكتر. فالحاجات دي كلها هتقل. ليه؟ لان البني ادم حتى لو هو مثلا مخنوق مثلا ان باد مود وحابب ان هو يفصل سنة مثلا، عادي مثلا هيبقى في ستور مثلا معين بيبيع الكلام دوت، انا بروح بشتريه بالاي دي بتاعي بالاسعار اللي محطوطة عادي جدا جدا. وطبعا في ليميتس طبعا، مش اي حد يروح يشتري الكميات اللي هو عايزها، لا، بيكون زي اي دولة في الدنيا، بيبقى في كل حاجة في الدنيا بيبقى ليها رولز وسيستم. فانت الموضوع هيبقى مقنن وهيبقى الموضوع مظبوط، فاهم؟ انا دي من وجهة نظري. هيقل مستوى الاشكال الغلط والتجار والديلرز بس هيفضل طبعا في لود على الحكومة في تهريب الهيروين بقى والكوك والقرف ده كله حرفيا لازم الناس تقف له بالمرصاد يعني. انما والله يعني انا شايف انه هتقولي ادمان، اي حاجة بنعملها في الدنيا بنتعود عليها ادمان. شرب المية ادمان، شرب السجاير ادمان. انا مش بحلل ولا انا شيطان والله، انا بتكلم الموضوع دوت مش من ناحية دينية خالص، انا بتكلم كحل. دول كتير جدا عاملاه وبتصدر الكلام ده، بتصدره، بيعملوا بروفيتس رهيبة. واحنا عندنا يعني احنا مش هنعاني اصلا. ده انت هترمي بذر في الصحراء كده وهات شوية مية والسلام عليكم تمشي تسيبه، تجيله بعد شوية هو خلاص، فاهم؟ كأنك بتزرع اي حاجة وبتصدر الزرعة دي بس كده. هو موضوع شائك جدا، وموضوع انا كنت متردد اتكلم فيه، بس عادي. كنت عايز انهي بحاجتين
حاجتين. اول حاجه لو تفتكر من 100 سنه، لو حد بيقرا مثلا كتب وروايات ليها علاقه ب 100 سنه فاتوا مثلا، كانوا بيتكلموا في ان القهوه كانت حرام. يعني الناس حرمت القهوه وقالت ان هي فتنه، وان هي بتذهب العقل، وان هي حرام، وكان في عقوبات عليها والكلام ده كله، وكان ليها سوق سودا، لحد ما الموضوع دوت كله ايه، قال لك لا هو فعلا مش حرام يعني. وكمان لو حد كان شاف الفيلم بتاع احمد مراد، كان عامل فيلم كده مع منة شلبي، مش فاكر كان اسم الفيلم ايه، مش فاكر بالظبط، بس هو كان بيتكلم عن الفراعنه تقريبا. في فتره من الفترات كانت منة شلبي بتعمل برزنتيشن عن ان الفراعنه كان عندهم زهره مقدسه اسمها زهره اللوتس الازرق. والزهره دي كانت هي زهره نيليه اعتقد، بتطلع في النيل، بس ايام الفراعنه النيل دوت كانت حاجه مقدسه، ما كانش بالمنظر اللي احنا عايشين بيه دلوقتي للاسف. فكانت حاجه مقدسه جدا، فكان نضيف جدا، فكانت النباتات دي نباتات يعني ليها قيمه، فاهم. وبيقولك بشكل ما يعني بحكم التكنولوجيا اللي هم وصلوا لها، كانوا قادرين مش ان هم يسموكوا او يعني يشربوها الزهرة دي، لا هو بيقولك كانوا قادرين ياخدوا المادة المستخلصة منها، يعني المادة الفعالة اللي منها اللي فيها، وبشكل ما كانوا بيقدروا يعني يتناولوها. فدي خلت المصر القديم عنده إبداع مش طبيعي. فأعداء مصر في الفترة دي لما فكروا ان هم يهجموا على مصر ويحتلوها، اول حاجة فكروا فيها من ضمن البلان كاستراتيجي ان هم يحرقوا كل اللوتس الازرق في النيل. وبالفعل حصل، والفترة دي كانت من اسوأ الفترات في حياة المصري القديم يعني، دوت على حسب الفيلم دوت بتاع احمد مراد. بس انا حسيت ان هي ممكن تكون somehow real يعني. شكرا جدا، واشوفكم في حلقة جديدة من المستبع عاقل. السلام عليكم.